واش هاند سكين ولا ما عرفتش كيسموهم، انا بعدا ما عمري ما شفتهم، ولا دوك ولا شي وحدين قال لك قرعين، شي وحدين قرعين وبايضين كيضربوا بنادم. اهلا ومرحبا بكم في فلوق جديد. اليوم الفلوق ديالنا يكون كامل على السلبيات والايجابيات في روسيا، حيت نتوما كتسولوني ديما هذا السؤال، فقررت ندير فلوق على هذا الشيء، ولكن غيكون من المنظور الخاص ديالي انا، يعني الاشياء السلبيه اللي انا لقيتها في روسيا والايجابيات اللي لقيت انا في روسيا. يقدر يكون اختلاف بيني وبين شي واحد اخر عايش في روسيا. المهم نرجعوا للدار ونكمل. الجو اللي ما كيعجبنيش هو باش كيدخل الربيع كيبدا يدوب الثلج، كتولي الدنيا كتولي روسيا دايره بحال الافران، وملي مشاو الافران غيفهموني. واحد الحاجه ما عمرني ما قلت لكم، الحمام هنا ما كيخافش من بنادم، شحال قريب منا ما غطير ما والو. هذا قبل ما لقيتني عاد رجعت للدار، ولكن قبل ما نبدا نهضر لكم على الايجابيات والسلبيات، قبل ما نبداو الفلوق كامل، بغيت نقول لكم يلا حد الان وصلت بجوج فيديوهات على الفلوق اللي قلت لكم غنديرو كامل اسئله واجوبه من سناب شات. الفيديو ديالكم سناب شات، فاش في الكومونتيرات كاين بعض ما يكون قال اللي قال ان ما عندوش سناب شات. اذا ما عندك سناب شات يمكن لك تصور فيديو قصير ما يفوتش 20 ثانيه كماكسيموم، وصيفطوا ليا في الجيميل ديالي، غنخليكم الجيميل هنا، ها هو هنا غتلقاو حتى في الديسكريبشن. صيفطوا ليا الفيديوهات ديالكم باش نقدروا نديروا داك الفلوق، لان بجوج فيديوهات ما نقدروش نديروا فلوق طويل. كنستناكم. نبداو الفلوق ان شاء الله. غنبداو نهضروا على الموضوع ديال السلبيات. نبداو بالسلبيات احسن، يعني احسن انك تبدا بالسلبيات ديك الساعه نمشيو للايجابيات. كنظن بالنسبه للطلبه او اهم حاجه هي واش نقدر نخدم في روسيا، واش نقدر نخدم في ديك البلاد اللي غادي نمشي فيها، اللي غادي نمشي نقرا فيها، باش كتعاون راسك شويه، لان ما غتبقاش تسنى ديما والديك يصيفطوا. وهذه هي السلبيه اللي كاينه في روسيا، بان بالفيزا ديال القرايه ما يمكنلكش تخدم هنا في روسيا، عكس الدول الاوروبيه الاخرى بحال المانيا ولا فرنسا. كنظن يمكن للطالب انه يخدم واحد المده معينه اللي كتراوح ما بين 20 حتى 25 ساعه في النهار. هذه السلبيه الاولى. السلبيه الثانيه بالنسبه لي انا هي كثره المهاجرين غير الشرعيين من الدول القريبه لهم، بحال كازاخستان، اذربيجان، دوك تخربق هاد الدول اللي بحال هكا، فكيسببوا مشاكل هنا. بعد شويه هما البشره ديالهم بحالنا حنا بحال افارقه، داكشي كيشوف. كتكون خارج كنكون خارج انا في الشارع، كيوقفني شي واحد كيسولني واش انت طاجيكي، كتكون ديك النظره شويه، حيت هما ما كيحملوهمش، حيت فيهم بزاف صداع. حتى انا سبحان الله مابقيتش كنحملهم، فيهم كثره الاسئله، وكتكون ماشي في الزنقه كيسمعك كتهضر بلغه اخرى يوقف يقول لك بدون السبب انت ماشي، غير ما كتهضرش بالروسيه يوقف يقول لك انت منين. وانا في الاول كنت كنجاوب، كنقول لهم مثلا انا كنقول لهم من المغرب، ما كيعرفش المغرب، وخصك تشرح لي المغرب فين جا وعلاش جيت. وملي كتقول لي علاش جيتي لروسيا، جيتي دير في روسيا. واحد المره كنت في الجامعه، وكاين واحد من دوك الدول حتى هو في الجامعه دايز هكا، سمعني كنهضر انا وردوان، كنا كنهضروا بلغه اخرى، وقفني قال لي مين انت؟ من المغرب. فين جات المغرب؟ افريقيا. علاش جيتي لروسيا؟ هو كيشوفني داخل في الجامعه، يعني بديهي في راسك غدولك باللي راه كنقرا، جي على اساس القرايه. قلت ليه كنقرا، وفي خاطري قلت ليه زعما جاي نشري الحليب، محمضين واحد السيطه د الحليب الله يحفظك وجوج خبزات. سذاجه، واحد السذاجه فيهم، شنو نقول لك. بالنسبه لي انا السلبيه رقم 3 في روسيا هي نقدر نقول لك 95% ديال الشعب ما كيهضرش بلغه اخرى، كيهضر غير بالروسيه. يعني انت ما تتوقعش انك غادي تجي لروسيا وغتلقى سهوله التعامل، غتمشي تخرج للشارع ولا توحل مثلا التلفشات، توقف شي واحد تسولو بالونجلي تقول ليه بالونجلي مثلا، اللي هي لغه المهم عالميه، فين ما مشيتي غتستعمل الونجلي. في روسيا هنا مستحيل تعاونك. واللي تفرج الفلوق اللي كنت عاد فيه القصه شنو وقع ليا في المطار، تخيل في المطار ومطار دولي، وديك اللي جالسه
في البلاصه ديال الا كانت عند انفورميشن، الا كان عندك شي مشكله واش عاجبك تمشي تسولهم تما، هذيك ما كتعرفش لونغ. مشيت عندها قلت لها ما كتعرفش لونغ كتهضري بالروسيه، بدات كتنعت لي وديك اللونغلي ديالها ضعيفه بزاف. كنت باغي فهمتي باغي نقطع باش نمشي. المهم هذه قصه طويله، راه بغيت نخليكم الرابط ديك القصه شكون وقع لي في المطار. فكيف قلت لكم اللغه الانجليزيه قليله هنا اكثريا في المدن اللي بعاد. لا مشيتي لسيبيريا ولا هاوتي للجنوب ولا المهم بعدتي على موسكو في حال هاد المدينه اللي فيها انا، راه هنايا نقدر نقول لك 5% الناس اللي في هاد المدينه كيهضروا بلونجلي، وديك اللونجلي ضعيفه بزاف. فبهذا بحد ذاته مشكل شي واحد اجنبي اكثريا طالب ماجي لهنا يعني ما كانش غادي يقرا باللغه الروسيه غيلقى مشكله. كنتي غادي تقرا باللغه الروسيه غادي تتعلم بعد عاد فهمتي، من بعد غادي تعود تهضر بالروسيه ما تلقاش مشاكل. ولكن في الاول كون على يقين غادي تلقى مشاكل كبيره في التواصل مع الشعب، لان راه ما كيفهموا حتى شي كلمه بالونجلي. وداك مشيتي تلفتي في الشارع وما عندكش الانترنت وما كتعرفش تستعمل جوجل ماب راه بتاعتي. تقدر تكون ماشي حاجه سلبيه، ولكن نقدروا ندخلوها في خانه السلبيه حيت هي ماشي ايجابيه. وان الشعب الروسي ما كيضحكش. كتلقى بنادم ماشي في الشارع ماشي هكا، الشعب كيخنزر، هما هكا دايرين. كتقول ليه السلام بريفيات كيدير بريفيات، يعني الشعب كيخنزر بزاف وما كيضحكش بزاف. واكثريا البراني ماشي فحالنا حنا كتلقى بنادم ماشي كيضحك بوحدو في الشارع في المغرب. زائد واحد الحاجه اخرى اللي كتجيني انا غريبه بزاف وبعض الناس كتعصبني، كتكون كتهضر مع بنادم اكثريا النساء ديالهم هنايا، النساء في روسيا فحال كتبغي تفرض راسها كتلقى كتغوت. اكثر اذا كانت كتهضر مع الراجل، اذا شي روسيه كتهضر مع راجل، الناس الساكنين في روسيا انا ما عرفتش واش لاحظوها بزاف، ولكن انا لاحظتها بزاف ان المراه ملي كتكون كتهضر مع مرا كيهضروا عادي بشويه. ولكن اين فوا مرا غتهضر مع شي راجل سولها غير غريب هكا، جا مثلا شي مرا خدامه في شي بلاصه وسولها شي راجل هكا تنفجر فيها كتبدا تغوت. وهما هكا دايرين. كانوا بعض الاسئله دابا سالينا السلبيات، دابا ندوزو بعض الاسئله اللي كيتسولوني بزاف. واش هاند سكين ولا ما عرفتش كيسمى، انا بعدا ما عمري ما شفت ولا دوك ولا شي وحدين قال لك قرعين، شي وحدين قرعين وبايضين كيضربوا بنادم. داك الشيء اخوتي راه ما كاينش. ما عمري ما شفت ايجابيات اللي كاينه في روسيا ان ما كاينش شي واحد يوقفك ويقول لك ارا اللي عندك الكريساج ما كاينش. انا قبل ما نجي لروسيا كانوا كيقول لي يكريسيوك يديروا لك يضربوك العصابات المافيا. ابدا واش كاين داكشي؟ بالعكس امن الدول في العالم هي روسيا بالنسبه انا بعدا. انا ما عمره ما تلاقى لي شي واحد، ما عمره ما مسني شي واحد. الصيف فاش كنت الصيف والله الا كنت كنخرج كندور انا ورضوان بعض الناس كنبقاو كندورو حتى 12 الوحده الجوج الليل 3 عاد كتجي للدار عادي حيت كيكونوا هنايا احتفالات. في الصيف كيدوز زوين، الصيف كيكونوا فيه مهرجانات وبزاف د الحاجات ما تشوف ودور داكشي. فما كان كيأذيني شي واحد ما كيمسك شي واحد. الشتا هنا دور مع راسك ما تجي حتى 4 الصباح ما كاينش اللي يقول لك شحال في الساعه. هذه من الايجابيات يعني كاين الامان. كنظن هذه حتى هي ايجابيه من ناحيه التعليم في روسيا. فكنظن مزيان بدرجه كبيره على المغرب، ماشي كنظن هي 100% راه مزيان على المغرب. علاش؟ لان في الاكتظاظ ما كاينش هنا. الاكتظاظ في روسيا انا ما كاينش، لان في الجامعه باش كنقرا انا كنقراو في اقسام. حنا في القسم 15 واحد بين. وفاش كنت انا كنقرا في لافاك في المغرب والله ما نعرف شي 1200 واحد في لونفي ولا ما عرفت 300 صراحه. والله ما عرفتش شنو نقول لكم الايجابي. نقدر نجبد لكم من المغرب ونجي نقول لكم هنا شنو من الايجابيات. مثلا حنا في المغرب كنعانوا من مركوب ياك ترونسبور بزاف، مواصلات. هنا ما غتعانيش من المواصلات. هنا انا ما عمري مده عامين هنا ما بقيت اكثر من 10 دقائق كنستنى الطوبيس. لا بقيت 10 دقائق كنتسمى تعطل. انا كاين الطوبيسات تخيل بلاصه وحده كتلقى دابا مثلا السونطر دابا من هنا انا فين ساكن انا السونتر فيل كاين اكثر من 5 طوبيسات اللي كيدور السونتر. فين كنسكن انا في المغرب كاين طوبيس واحد اللي كيدير السونتر فيل. يعني شوفوا الاختلاف كي كاين، يعني مواصلات هنا كاينين. المهم هادو ما كانوا بعض السلبيات والايجابيات اللي طاحوا ليا في راسي دابا. سولوني شي اسئله اخرى ما تعرف دوك الاسئله نقدر نجبد منهم السلبيات والايجابيات اخرى. دابا غادي نخليكم مع فيديوهات اللي كنت قلت لكم على الماسلين اللي تسادين داك النهار اللي كيحتفلوا بنهايه فصل الشتاء وبدايه فصل الربيع. انا داك النهار كان الليل وغلطت وقلت الخريف، ما عرفتش كان المهم غنخليكم مع فيديوهات تصورهم هارون هو اللي كان مشى. انا ما كنتش كان عندي شي شغل. نتمنى يعجبكم داك هذا الفيديو. غتشوفوا واحد التقليد من التقاليد الروسيه. مزيان انكم تعرفوا على تقاليد ديال روسيا بالنسبه للناس اللي مهتمين يجيو يقراو في روسيا. نخليكم مع الفيديوهات. Действительно, стало
Guzинчика. На плечо? Да, окей. Что там чучело сделали? Крестовину и в нее напялили ничего. المهم هذا ما كان في الفلوق ديال اليوم. كنتمنى ان الفلوق يعجبكم. في الاخير بغيت نقول لكم واحد الحاجه بسيطه. اي واحد كيقول لك شي حاجه سولو واش انت مشيتي لديك البلاصه. انا قبل ما نجي لروسيا فاش كان كيقول لي بنادم بزاف د الهضره ما كنتش كنثيق بديك الهضره، لان انا عارف هو ما عمره ما فات مطار محمد الخامس. كاين شي وحدين كانوا كيهضروا معايا ما عمرهم ما خرجوا تقريبا من ديك المدينه اللي ساكنين فيها. يعني كيفاش انت ما عمرك مشيتي لديك الدوله وكتعطيني حاجه دويه؟ قالوا لي شكون قال لك؟ دائما وين غتسول ولا غتدي نصيحه مع عند شي واحد، دائما عند شي واحد مشى لديك البلاصه عاش ديك الحاجه. في اي حاجه في الحياه بغيتي تستافد من شي واحد خصك تسولو. راه كاين مثل مغربي كيقول سول المجرب لا تسول الطبيب، لان المجرب غيعطيك، الواحد مجرب شي حاجه غيعطيك نصيحه اكثر من واحد سامع حتى هو قالوا ليه، قال لي هذا باللي قال لي صاحبه باللي قال لي هذيك ما عمرك ما تسوق لديك الهضره. لا بغيتي تسول شي واحد تسول شي واحد مجرب داكشي. كانت هذه نصيحه بسيطه، كنتمنى تكون عجبتكم. كيف ما العاده اذا عجبك الفلوق دير لايك باش نعرف بانك راه عجبك الفلوق. خلي كومونتير فيه الاراء ديالك ولا عندك شي اسئله ولا شي افكار. بارطاجي الفلوق مع صحابك باش العائله ديالنا تزيد تكبر. اذا كنتي جديد في القناه شارك في القناه ومشي شوف الفلوقات اللي فاتوا، كنتمنى حتى هما يعجبوك. ما بقى لي الا نقول لكم بالسلامه عليكم، نشوفكم في فلوق جديد.